في أكثر اللحظات تارة في مباراة الهلال اليوم أظهر الثلاثي العربي البليهي عبد الرزاق حمد الله ياسين بونو لقطة رائعة جدا، ليس بسبب هدف أو تمريرة ساحرة أو تصدي، بل بسبب مشهد من التضامن والغضب المشترك ضد الظلم التحكيمي. نعم، المباراة التي كانت مشحونة والقرارات التحكيمية المثيرة للجدل فجرت التوتر في الملعب، خاصة بعد حرم الحكم ضربة جزاء واضحة في آخر الدقائق ضد كوليبالي غيرت مجرى اللقاء. ظهر ياسين بونو بعد نهاية المباراة بصورة غير معتادة عليه، ترك الجميع وتوجه نحو الحكم ملوحا بيديه، كانت ملامحه تنطق بالانفعال والانكسار من الظلم. حمد الله والبليهي تحركوا بسرعة نحو بونو، ليس فقط لمحاولة تهدئته بل أيضا إظهار دعم صريح له، كأنهم يقولون نعم ظلمنا من طرفك يا حكم. ذلك أظهر وجها آخر من شخصيته، حاول إبعاد بونو عن الحكم، واجه الحكم. الهدف الأسمى كان حماية ياسين بونو من نفسه ومن انفعاله ومن ردة فعل قد تؤدي لعقوبة قاسية من الفيفا. نعم، قد كانوا في لحظة واحدة خصوما أمس ورفاق الدم اليوم.